هذا عقبة بن نافع، وكان رحمه الله من كبار التابعين، عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي أن يكون من شروطه أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. المهم، خرج قائدا للمسلمين في 10,000 مقاتل في زمن الدولة الأموية ليفتح أفريقيا. فلما وصل إلى شمالها فدخل في غاباتها الموحشة وبأشجارها الملتفة، فنظر إذ الأسود والسباع والوحوش والذئاب، إذ بها كثيرة، وإذ بالحياة على الأرض وبالعقارب، حتى قال الصحابة أو قال من هم في الجيش أصحابه: لا نستطيع أن نبيت في هذا الوادي اليوم. وكانوا في مدينة القيروان التي الآن في تونس. فماذا فعل عقبة بن نافع؟ جمع في جيشه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 18 صحابيا، فأخذهم فصلى بهم ركعتين، ثم دعا الله جل وعلا وأمنوا، ثم صعد إلى صخرة في الوادي ونادى بأعلى صوته: يا أيتها السباع، يا أيتها الوحوش، يا أيتها البهائم، يا أيتها الأسود، يا أيتها الحيات، إنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا نفتح الدنيا بلا إله إلا الله وبمحمد رسول الله، جئنا نفتح الدنيا. فإذا أنتم سمعتم لمن يخاطب بهائم لا تسمع، بهائم لا تعقل. فإذ بهم بعد أن صاح 3 صيحات لم يروا لا شجرا